لو ما اتولدتش واحد منهم مش هتعرف تبقى منهم. بيؤمنوا بتناسخ الأرواح وإن الإله ممكن يتجسد في بشر. عازلين نفسهم أكتر من 1000 سنة. الحرية أثمن من الحياة، فمن يفقد حريته يفقد وجوده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي، عامل ايه؟ تخيل كده معانا طائفة قافلين على نفسهم من أكتر من 1000 سنة، ممنوع حد يخش لهم من بره. لو انت ما اتولدتش واحد منهم ما ينفعش تكون منهم، ولو انت طلعت منها ما تقدرش ترجع لها تاني. ايوه يا صديقي، دول معانا على نفس الكوكب، بيؤمنوا بمعتقدات غريبة زي تناسخ الأرواح، وبعضهم بيقلل الحاكم بأمر الله، وحاجات تانية كتير. اتقال عنهم حاجات كتيرة قوي، منها انهم اصحاب افكار باطنية وحاجات سرية ما بيحبوش حد يعرفها من بره الطائفة. واتقال عنهم برضو انهم عندهم خريطة كنز. لا دي انا اللي قلتها يا صديقي، استغربش. فعلا اتقال عنهم اقوال كتيرة جدا، وده لانهم غامضين قوي. يلا صديقي نتعرف على الدروز، مين هم وايه حياتهم وازاي قدروا يقفلوا على نفسهم اكتر من 1000 سنة من غير ما حد يخش لهم من بره. يلا بينا صديقي، تابع الفيديو للنهاية، ما تنساش اللايك والاشتراك يا صديقي، عيب عليك. الزمان تقريبا في القرن ال11 الميلادي، والمكان في مصر، والعهد عهد الخليفة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي، اللي كان مليان تناقضات من قرارات قمعية وقرارات تانية غريبة وعجيبة، وده أدى لانقسامات كتير. وفي سنة 1017 ميلادية طلع واحد اسمه حمزة ابن علي الزوزاني وأنشأ الطائفة اللي بتأله الحاكم بأمر الله، وكتب تعاليمه ومواعظه في كتاب اسمه رسائل الحكمة، وده الكتاب المقدس عند الدروز. طب ليه تسموا الدروز وانت بتقول منشئهم اسمه حمزة ابن علي الزوزاني؟ ليه ما تسموش مثلا الزوزنزنزانية؟ ليه تسموا الدروز؟ اقول لك يا صديقي ان الاسم ده جاي من احد اهم اتباع حمزة ابن علي الزوزاني، هو نشتكين الدرزي. عشان كده يا صديقي اسمهم الدروز نسبة للراجل ده. بس الغريب يا صديقي ان الدروز ما بيحبوش يسموا نفسهم بالاسم ده، وبيحبوا يسموا نفسهم اسماء تانية زي الموحدين او المؤمنين. بيعتقدوا بحاجات كتير زي مثلا تناسخ الارواح. يعني ايه تناسخ الارواح صديقي؟ يعني مثلا لو انت مت، روحك تروح لكائن تاني وبعد كده تروح لكائن تالت. يعني انت ممكن يا صديقي تبقى مهندس، بعد كده روحك تنتقل لدكتور، بعد كده تروح لحيوان تاني بقى. هو ده تناسخ الارواح. ايوه صديقي، انا عارف ان هي عقيده غريبه ومجنونه. بيقلقوا الحاكم بامر الله، وبيعتقدوا ان هو مظهر من مظاهر الله على الارض. ما بيصوموش ولا بيصلوا الصلوات الخمسه، وبيعبدوا إلههم في مكان اسمه الخلوات. ومتقسمين لطبقتين، طبقة العقال أو العقلاء، ودول اللي يعرفوا أمور دينهم وممنوع حد تاني يخش معاهم، عارفين عقيدتهم وأسرارهم. والطبقة التانية هي طبقة الجهال، عوام الشعب وبقية القبيلة أو الطائفة. باب الدخول للعقيدة الدرزية اتقفل سنة 1043 ميلاديا، يعني لو اتولدت بعد كده ممنوع تخشها، ولو انت طلعت منها ممنوع ترجع لها تاني. يعني لو ما اتولدتش درزي ما ينفعش تبقى درزي. عندهم 5 ألوان هي الرموز بتاعتهم: الأخضر والأحمر والأزرق والأصفر والأبيض، واللي كل لون ليه رمزية خاصة عندهم. عددهم تقريبا 1,300,000، بينتشروا في مناطق زي سوريا وخصوصا في جبل الدروز والسويداء ومرتفعات الجولان، وبينتشروا في لبنان فلسطين المحتلة. ما تنساش تدعي لإخواتك يا صديقي، ادعي لهم ان ربنا يفرج عنهم. وبينتشروا في مناطق تانية زي فنزويلا واستراليا وكندا والولايات المتحدة، وده طبعا بسبب المهجر. وفي التاريخ يا صديقي عندهم كذا شخص مؤثر زي مثلا سلطان الأطرش اللي كان قائد من قادة الثورة السورية ضد الفرنسيين. وفي المجمل يا صديقي الدروز طائفة قدرت تحافظ على عزل نفسها لقرون كتيرة، وده اللي خلى المعلومات اللي عنهم مش كتيرة. عقائدهم الباطنية والغامضة أثارت حولهم كتير من الفرضيات والتساؤلات. ممكن عزلها ده يكون حماها من المحو، ممكن يكون السبب والحاجز اللي منعنا نعرف معلومات عنهم. وفي النهاية يا صديقي عرفنا في الفيديو ده مين هم الدروز وامتى نشأوا وايه هي اهم معتقداتهم، وانا كده تكون مهمتي خلصت يا صديقي. ما تنساش مهمتك انت تقول لنا رأيك في التعليقات، وتحط اللايك والاشتراك، وتنشر الفيديو بين الناس يا صديقي، ودي اهم حاجة عشان يوصل الوعي يا صديقي، وتكون سبب وجزء من نشر الوعي.
وبس كده يا صديقي، أزال الله عنا عنكم الهموم وشرحنا لكم الصدور وسد أوقاتنا وأوقاتكم، فإنه هو الحي القيوم وهو يعلم أن فيه يحبكم، فإنه علام الغيوب. كان من توفيق فمن الله، من كان من خطأ فمني ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.